ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وحياتكم مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معانا فيديو متميز جدا جدا وهيعجبكم كلكم يا حبايب قلبي. معانا طريقة عمل نوع من أنواع المربات اللي كلنا بنعشقها وبنحبها وبنموت فيها، كبار وصغيرين وأطفال. معانا طريقة عمل مربة الفراولة من مطبخ مارجو. يا رب تعجبكم كلكم يا حبايب قلبي، ومش هطول عليكم اكتر من كده في المقدمة. يلا نبدأ طريقة عمل مربة الفراولة، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي هنبدأ وصفتنا لعمل مربة الفراولة. زي ما انتوا شايفين انا حاطه في الطبق جوه الحوض كمية الفراولة اللي انا هعملها 3 كيلو. طبعا احنا بنبدأ عمل حاجاتنا من ساعة ما بنشتري كمية من السوق. لازم بنقي الفراولاية ثمرة جيدة، مش معطبة ولا مضروبة، وما تكونش مبلولة، لان وجود المية في الفراولة من وهي في السوق بيخلي الثمرة تقل من جودتها. معايا 3 كيلو فراولة، معايا 3 ليمونات بقطعهم نصين، ومعايا 2 كيلو سكر. طبعا في ناس بتفضل انها تحط كمية اكبر من السكر على 3 كيلو فراولة، في ناس بتحط اكتر من كده بس بتطلع الصوص بتاعها كتير شوية. انا بفضل الصوص بتاعها يبقى متوسط عشان اعرف احشي منها ساندويتش وما ينزلش من ولادي. ودلوقتي همسك كمية الفراولة كلها، ابتدي انقي فراولاية فراولاية ما يكونش فيها حاجة معطبة او حاجة مضروبة، واشيل الورقة الخضراء اللي بتبقى فوق. بصوا انا بشاور عليها اهي. هبتدي اخلص الكمية كلها وبعدين ارجع لكم. شوفوا شكل الفراولة في الطبق حلو ازاي، ما شاء الله. مفيش احلى من الجمال اللي ربنا خلقه، منظرها يجنن. طبعا بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي ارجع الفراولة تاني في الطبق. همسك فراولاية فراولاية تحت المية واغسلها حلو جدا علشان اضمن نظافتها لاهل بيتي واولادي، لان بيبقى فيها كمية كبيرة من التراب. وهبتدي اخلص الكمية وارجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما خلصت غسل الكمية كلها ولا اروع من كده، عندي كمية الليمون. هحط لكل كيلو فراولة ليمونية كبيرة. هعصر الليمون في كوباية بحيث ان انا ما يكونش فيه ولا بذرية، وهبتدي احتفظ بيه على جنب لحد الميعاد اللي هحطه على الفراولة. هبتدي انقي حله يكون حجمها كبير يساع اكتر من 3 كيلو كمان، عشان خاطر الفراوله بتاعتي لما بحطها على النار وتبتدي تتسبك حجمها بيزيد وبتحاول تفور من على النار، فممكن تبهدل لي الدنيا. فبنقي حله حجمها كبير وابتدي امسك فراولايه فراولايه اقطعها بالحجم اللي انا عايزاه. في ستات بيوت بتحب تقدمها الواحده بوحدتها، لكن انا ما بحبش كده لاني بحشيها سندوتشات، فبحب تبقى مهريه شويه. بقطعها حتت صغيره عشان ينفع احشيها في السندوتشات. وطبعا دي حاجه ترجع لربة البيت، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص الكميه كلها. ودلوقتي بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي امسك كمية السكر وانزلها على الفراولة واسيبها حوالي ساعتين او 3. ورجعنا تاني بعد الساعتين، ابتدى السكر ينزل المية الموجودة في الفراولة،
ودلوقتي هبدأ ارفعهم على النار. وطبعا لما الفراولة تبقى على النار ما سيبهاش ولا اسهى عليها علشان خاطر ممكن تفور. كل شوية ادي تقليبة واستنى حبة، ادي تقليبة واستنى حبة. اهي فارت زي ما انتوا شايفين، خرجت السوائل كلها. برضو ايدي فيها عشان مفيش حاجة تلزق في القعر بتاع الحلة. انا اهو زي ما انتوا شايفيني عمالة بقلب فيها، ما سبتهاش ولا لحظة وهي بتفور. حوطي شوية عليها النار. هبتدي اضربها بالهاند بلندر علشان حجم الفراولاية تصغر شوية، علشان انا بحب احشيها في الساندوتشات. طبعا مش كل الناس بتحب تضرب المربى بالهاند بلندر، ايا كان نوع المربى. في ناس بتحبها قطع كبيرة، فكل واحدة زي ما بتحب. انا بحبها قطع صغيرة علشان احشيها في الساندوتشات للولاد. بعد ما اضربها بالهاند بلندر حلو قوي، هبتدي اقلبها تاني تقليبة حلوة. بعد كده ابتدت كمية السوائل اللي موجودة في الفراولة تقل زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هبدأ احط كمية الليمون اللي انا كنت عصراها في المج. هرشها على الوش وايدي فيها حلو جدا عشان تتقلب زي ما انتوا شايفين. بصوا البابلز طالع ازاي من الجناب ومن نص الحلة. معنى كده ان الفراولة بتاعتي بقت تحفة. سيدي يا سيدي، شايفين المنظر ولا الريحة؟ عايزاكوا تيجوا تشموا معايا. طبعا كلنا عارفين ريحة الفراولة وجمالها، حاجة كده لا تقاوم. شايفين منظر البابلز على الجناب وفي نص الحلة؟ هو ده اللي انا اقصده. كده الفراولة بتاعتي بقت 100 ريحتها تجنن. نفسي تيجوا تشموا معايا. هطفي عليها النار وابتدي اشيلها من على العين السخنة عشان ما تكشش تاني اكتر من كده وتلزق في قعر الحلة. هسيب الحلة ساعتين 3 لحد ما تبرد خالص. وفي الاثناء دي هبتدي احضر البرطمانات اللي هحط فيها الفراولة. همسك برطمان اغسله حلو جدا وبعقمه على النار، لان وجود اي مية في البرطمانات بيخلي المربى تعفن. طبعا مسكت البرطمان وواحدة واحدة بحط كبشة بعبيه كله، واجي البرطمان التاني عبيته كله. هغطي برطماناتي حلو جدا، وطبعا علشان ابقى حريصة ان ما يبقاش فيها تلزيق ولا حاجة هغسلها من بره قبل ما احطها في التلاجة. وطبعا مش عايزة اقول لكم على شكلها، تحفة تحفة تحفة. يا سلام بقى على معلقة ولا 2 من المربى دي على شوية زبادي، ولا على ساندويتش بالقشطة او بالزبدة، ويتسخن كده في التوستر وكل تاكل صوابعك وراه. سيدي يا سيدي، يا سلام عليك يا بنت يا مرجو، ولا اطعم من كده. وقتي اللي تابع معايا وصفتي وعجبته وحس بريحتها وطعمها، يا ريت يدعمني بلايك وسبسكرايب. بحبكم كلكم. تابعوني في قناتي وكل وصفاتي لحد ما اجيلكم في وصفة جديدة. باي باي.